كتير قوي للاسف. شوف المجتمع يا ابني، هو انت بتشتغل في كول سنتر، ده انت قاعد فاشل. طبعا انك تبقى مقتنع انك هتقنع كل الناس وهتمشي بالمفتاح بتاع كل الناس وتعمله، طبعا ده غلط. بس اتليست قدامك خريطه واضحه، 4 شخصيات اساسيه تحط لكل واحد مفتاح وتتعامل معاه بالطريقه ديت. ممكن تلاقي شخصيات بقى تانية بتتحفز بايه؟ بابريشيشن، انك تيجي قدام التيم تقول يا جماعه النهارده التوب اتشيفر بتاعنا فلان الفلاني مبروك. مجرد كلمه تلاقي الراجل ده طاير ومبسوط وبيديك احسن حاجه عنده. ممكن حاجه تانية والله لا ده عايز هديه، بس الهديه ممكن تكون ايه؟ عباره عن سيرتيفيكت كده الشركه بتقول له، ما كلفتش الشركه حاجه، تعبر عن اداء الشركه. هو على فكره هو عايز يوري عيلته ويوري ابوه وامه انه الشركه مقدراه، لان هم شايفين انت ده كتير قوي للاسف. شوف المجتمع يا ابني، هو انت بتشتغل في كول سنتر، ده انت قاعد فاشل. ده الاب والام بيقولوا كده. فلما يلاقي بقى ان الشركه عامله سيرتيفيكتس ليه وبتابريشيت، ده بالنسبه له حاجه كبيره جدا. هيبقى حاططها عنده في البيت، ممكن يحطها على باب الشقه ليترلي عشان يفرج الناس. في ناس تانية عايزه تبقى مش الورقه، يقول لك لا انا عايز حاجه افخم من الورقه، عايز اديني يا عم قلم شيك كده، اديني تروفي حته كريستاله ما تستخسرش فيا. في ناس عايزه تاني تبقى فلوس. باشا بص اعمل اللي انت عايزه، اديني في الاخر حافز مجزي مادي عشان اعرف اشتغل معاك. انت كتيم ليدر لازم تلاقي كل المفاتيح دي وتبدا تتعامل معاها، بس خد بالك انك بتتعامل مع ناس كتيره، فلازم تبقى منصف. هي صعوبه الشغلانه هنا في الانصاف.